لما تكون كل مشكلتنا ان احنا مش قادرين نجيب ال 4000 ساعة مشاهدة وقدامنا طريقة تانية نقدر نفعل بيها ربح على القناة زي ما اليوتيوب بيقول، يا اما 4000 ساعة مشاهدة يا اما 10 مليون مشاهدة من الفيديوهات القصيرة اخر 90 يوم، يعني اخر 3 شهور. كتير من حضراتكم والناس اللي بتحبط غيرها بتقول 10 مليون مشاهدة كتير مش هنعرف نجيبهم، اذا كنا مش عارفين نجيب ال 4000 ساعة هنجيب ال 10 مليون مشاهدة. واللي يسمع الكلام ده ويمشي وراه يبقى يستاهل اللي يجراله، يستاهل ان القناة بتاعته ما تنجحش، يستاهل انه مش هيقدر يفعل ربح على القناة حتى لو خلوا الشروط 1000 ساعة واحدة. برضه مش هتقدر تفعل ربح على القناة عشان هتبقى شايف ان ال 1000 ساعة كتير، مع انك لو بدأت من دلوقتي في انك تشتغل على الفيديوهات القصيرة زي ما اليوتيوب بيقولك هتقدر تفعل ربح على القناة في خلال 3 شهور، خصوصا لما يكون اليوتيوب اتجاهه كله للفيديوهات القصيرة، لما يكون بيدعم الفيديوهات القصيرة بكل قوة من حيث الربح ومن حيث المشاهدات. شوف القنوات اللي بتشتغل على الفيديوهات القصيرة هتلاقيهم بيجيبوا مشاهدات اضعاف المشاهدات اللي كانوا بيجيبوها لما بيشتغلوا على الفيديوهات الطويلة. وبلاش يا عم تشوف امثلة، انا بنفسي هوريك امثلة على القناة بتاعتي انا اللي هي الصغيرة دي يا شباب. القناة اللي انا عاملها للفيديوهات القصيرة عاملها من فترة قليلة جدا جدا جدا، جبت 762 مشترك وجبت كام مشاهدة؟ 62000 مشاهدة. 62000 مشاهدة في اخر 28 يوم. الرقم قليل ولكن لان شغل عليها قليل، القناة مش عليها 20-15 فيديو. تخيل بقى حضرتك لو انت مستمر في العمل على قناة الفيديوهات القصيرة، تنزل في اليوم فيديو واثنين وثلاثة واربعة. فيديوهات قصيرة مش هتاخد منك وقت، هتقدر تجمع الشروط في قد ايه؟ انا اتحداك انك لو عملت فيديوهات قصيرة، طبعا محتوى حصري محدش ياخد محتويات من حد، محتوى خاص بيك انت، هتقدر توصل ل 10 مليون مشاهدة في 3 شهور ويمكن كمان اقل من ال3 شهور. بس الاهم انك تبدأ. طيب ابدأ امتى؟ ابدأ من دلوقتي ولا استنى في شهر 1 ولا في نص شهر 2 لما يتم تفعيل الربح على الفيديوهات القصيرة والشروط تنزل رسميا في صفحة تحقيق الربح؟ انا بقول لك انت مش تبدأ من دلوقتي ولا تبدأ من اول 23، انت ابدأ من امبارح، ابدأ من الشهر اللي فات. لان انت لما يكون عندك 10 مليون مشاهدة في اخر 90 يوم يبقى اول لما يتم الاعلان رسميا وتظهر الشروط في صفحة تحقيق الربح انت هتكون محقق الشروط اصلا، ال1000 مشترك وال10 مليون مشاهدة. اول لما ينزل التحديث في شهر 1 ولا في اول شهر 2 اليوتيوب مباشرة هيظهر ان حضرتك عندك 10 مليون مشاهدة اخر 90 يوم وهتقدم مباشرة على تفعيل الربح من القناة. ولو القناة بتاعتك المحتوى بتاعها حصري مش بيخالف ارشادات المنتدى هتتقبل في القناة، والقناة بتاعتك هينزل عليها ارباح وهيبدا يجي لك ارباح من الفيديوهات القصيره. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، اليوتيوب هيجمع ارباح الاعلانات اللي هتظهر ما بين الفيديوهات القصيره وهيتم توزيعها على القنوات بناء على عدد المشاهدات. يبقى ليه انا ما يكونش عندي قناه مخصصه للفيديوهات القصيره وابدا اشتغل عليها من دلوقتي؟ ما استناش لما يبقى الشروط تنزل او تظهر في صفحه تحقيق الربح، لا انا ابدا من دلوقتي، ابدا امرن نفسي على الفيديوهات القصيره والجمهور يعرفني من خلال الفيديوهات القصيره. ابدا اشتغل حتى لو ما كنتش جمعت ال10 مليون مشاهده لحد شهر 1 ولا شهر 2 اكون قربت من الرقم. لان زي ما قلت لحضرتك لما بتيجي تبدا المشاهدات في الاول بتبقى قليله، لكن واحده واحده تلاقي الفيديو بادئ ب 200 مشاهده، 300 مشاهده، 500 1000 2000 20000 50000. تلاقي الفيديو بتاعك الواحد مثلا يوصل لحد 300000 مشاهده. الفيديو الواحد يوصل ل 300000 مشاهده. طالما الفيديو كويس بيقدم محتوى حصري مش بيخالف سياسات وارشادات اليوتيوب هيتم اقتراحه. خصوصا يا جماعه اليوتيوب بيقول لكم انا بدعم الفيديوهات القصيره، بيشجعك بكل الطرق انك تشتغل على الفيديوهات القصيره. ليه تستنى لما يظهر في صفحه تحقيق ربح وتكون قنوات كتير بالملايين اشتغلت على الفيديوهات القصيره؟ ولما انت بقى تبدا وتحاول تخش في الفيديوهات القصيره وتشوف القنوات اللي نجحت هيبقى صعب عليك تنجح عشان القنوات دي خلاص بنت جمهور وانت لسه قاعد مستني ابدا ولا ما ابداش، الربح هيشتغل ولا مش هيشتغل، طب اخد محتوى حصري ولا ممكن اعمل مش عارف احط صورتي على محتوى الفيديو تاني. ده اللي انت شاغل نفسك بيه وسايب الهدف الاساسي. بتسمع كلام الناس اللي بتحبطك تقول لك لا اصل الربح من الفيديوهات القصيره هيكون قليل، اصل مش عارف ايه. لا ابدا من دلوقتي، اعمل قناه مخصصه للفيديوهات القصيره، اشتغل انك تجيب ال10 مليون مشاهده. لو مش عارف ازاي تجيب ال10 مليون مشاهده او قلقان انزل دلوقتي في الوصف هتلاقي فيديو بيتكلم ازاي تجيب ال10 مليون مشاهده في شهر 1 مش في 3 شهور. بس انت نفذ. يمكن انا مش بشتغل اكتر على الفيديوهات القصيره بكل تركيزي على الفيديوهات الطويله لان انا هدفي محتوى تعليمي، والمحتوى التعليمي الفيديوهات الطويله انسب لي من الفيديوهات القصيره. اما انت او اي حد تاني ممكن المحتوى بتاعك يكون مناسب جدا للفيديوهات القصيره زي محتويات التيك توك، محتويات منصه كواي، تقدر بالمحتوى بتاعك تخصصه للفيديوهات القصيره. مش كل المحتويات تنفع للفيديوهات القصيره، لكن انت تقدر. خش على اليوتيوب كده، خش على صفحه الفيديوهات القصيره وشوف المحتويات اللي بتنجح في الفيديوهات القصيره، ولو انت عندك امكانيه تقديم المحتويات دي قدمها وجيب ال10 مليون مشاهده من محتوى حصري خاص
خاص بيك وتنجح زي اللي بينجحوا، انت مش اقل من حد. المهم انك تبدا واحده واحده، هتلاقي ان ال10 مليون مشاهده اللي انت كنت شايف انهم كتير او اللي كانوا بيضحكوا عليك يقولوا لك دول هم كتير، هتلاقيهم بالنسبه لك اسهل ما يمكن. في قنوات على اليوتيوب بتشتغل على الفيديوهات القصيره، والفيديو الواحد بيجيب 5 مليون و6 مليون و7 مليون مشاهده. الفيديوهات القصيره اليوتيوب مديها المساحه انها تنتشر بشكل كبير، لانه عايز يخطف منشئ المحتوى من المنصات التانية. فبالتالي انت لما تبدا تشتغل على اليوتيوب في الفيديوهات القصيره تحديدا هتنجح بشكل كبير. يبقى ليه تسيب فرصه زي دي؟ اتمنى ما اكونش طولت عليكم في حلقه النهارده. انا بس حبيت اقول لحضراتكم من خلال الفيديو ده بلاش نحبط. كل اللي بيبدا صغير، بعد كده بيكبر. عندك فرصه كبيره انك تربح من الفيديوهات القصيره لو انت مش قادر تجيب ال4000 ساعه مشاهده. وسيبكوا بقى من البث المباشر ان انا نصور حيطه ولا اصور قطه ولا اصور مش عارف ايه. لا، قدم محتوى بنفسك، ده اللي هينجحك. حتى لو النجاح بتاعك اتاخر بس هتنجح، احسن من انك تبقى قاعد مش لاقي حاجه تعملها وعمال تقول ده مش هينفع، ده كتير، اصل مش عارفين نعمل، اصل شراء الساعات، اصل شراء المشتركين، اصل مش عارف ايه. لا، ابدا، هتتطور وهتنجح وهتجيب ال10 مليون مشاهده وهتكسب من اليوتيوب. بس الاهم بعدها لك تاني انك تبدا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.